راحة البال مش بتيجي غير بالقناعة والرضا، يعني مش بتيجي بعكس كده خالص، مش إنك توصل للأفضل، عشان أنت لو وصلت للأفضل عمرك ما هيبقى عندك قناعة، عشان هتبقى عايز الزيادة. في مرحلة في العمر بنبقى مش عايزين حاجة غير حاجة صغيرة قوي، شوية هدوء وراحة بال، مش عاوزين حاجة غير كده وأي حاجة تانية طز فيها. طيب هي في نظرية سهلة اللي انت توصل لراحة البال والرضا ديت؟ حقيقة الموضوع صعب ومعقد. السعادة مفهوم معقد وغامض جدا، مش هتعرف تحصره في فكرة واحدة. شوية صغيرين قوي من راحة البال والهدوء بتساوي توازن كتير قوي في الحياة. يعني ما تكونش قلقان على بيتك ولا على أسرتك، مش قلقان على شغلك ولا على دراستك، كل ده بيساوي حاجات كتير قوي والله. عشان كده شوية راحة بال عايزة مجهود كبير جدا. راحة البال برضك بتساوي تدريب كتير قوي اللي انت ترضى، وللأسف هو تدريب قاسي جدا. بص، هي زي واحد مش بيصلي ولا عارف ربنا وبيتدرب على الصلاة والطاعة، بيبقى الموضوع صعب. هي نفس الفكرة بالظبط، مش سهلة خالص ان اي حد يلاقي التوازن ده، التوازن اللي بيلاقيه في كل جوانب حياته. ومش سهلة برضك ان الواحد يشتغل على كل جوانب حياته بنفس الطاقة والحماس. اللي هتساعده الفلوس ممكن تخونه صحته، واللي هتوفر له أسباب الراحة في الشغل ممكن ما تتوفرش في البيت، والعكس برضه. لازم كلنا نسأل نفسنا السؤال ده: هي السعادة فين؟ هي راحة البال موجودة؟ طب لو موجودة هي فين؟ زمان علمونا إن القناعة كنز لا يفنى، وإن الرضا هي أكبر مفتاح للسعادة. فترات كتير في حياتنا اتقبلنا الكلام ده. كل اللي بيحصل في العالم دلوقتي عكس الكلام اللي احنا بنقوله ده. من الآخر القناعة والرضا هي الكنز، أو هي الحاجة اللي هتخليك تحقق أهدافك في الحياة. القناعة في دينك هي كل حاجة، إنك تعرف إن ربنا هو موزع الأرزاق ويعطي الصحة لمن يشاء، وبيحمي أولادك وبييسر لك حالك. أنت عارف أنا عايز أقول لك وجهة نظري في الموضوع ده كله. بص، راحة البال والسعادة الاتنين مع بعض مش بيجوا إلا بحاجة واحدة: بالقناعة والرضا. الجري اللي انت بتجريه عشان توصل لأهدافك هو اللي بيحل الموضوع ده في الآخر، بيخلي للسعادة معنى تاني. من ناحية بيخليك تفكر إيجابي في الحياة، وبيزود عندك الطموح والصبر، وكل ديت صفات صحية لازم أن تكون عندك، ومكاسب تانية كتير انت هتوصل لها. بص، هي السعادة وراحة البال مش سهلة اللي انت توصل لها، وهتوصل ليها في حاجة، وحاجة التانية مش هتعرف توصل لها.